السلام عليكم. هذا فيديو اخر من الفيديوهات اللي كنواكبوا بها التطورات ديال الاوضاع في المناطق اللي عرفت اضطرابات مناخيه متطرفه: الغرب، لوكوس، وكذلك طنجة، تطوان، شفشاون والمناطق الاخرى، واللي ادت هذه التقلبات المناخيه الى فيضانات غير مسبوقه والى انجرافات للتربه وسيول خلفت اضرار متفاوته الخطوره، وخلفت ضحايا. خلفت 5 ديال الضحايا اللي جرفت السيول السياره ديالهم الاسبوع اللي فات بجماعه دار الشاوي اقليم تطوان، رحمهم الله برحمته. واخر المستجدات هو العثور على الجثمان ديال الزوجه، وما زال البحث جاري على الزوج لحدود امس الخميس. هذا الفيديو هذا غادي نخصو للحديث على ما جاء في بلاغ رئاسه الحكومه حول المبالغ اللي غيستافدوا منها الاسر المتضرره، وشكون هاد الاسر المتضرره، وكيفاش غادي نعرفوا واش متضرره ولا ماشي متضرره باش تستافد، لان البلاغ ما هضرناش على شكون هاد الاسر المتضرره. وغادي نخصو كذلك النقطه الثانيه، وهي اخر التطورات ديال الاستعدادات للعوده ديال الناس القصر كبير الى المنازل ديالهم، واللي هي اقرب مما هو متوقع. بخصوص موضوع شفشاون وعدم اعلان الاقليم كاقليم منكوب، هو الامر اللي ثار ضجه كبيره والسخط لدى العديد من النشطاء باقليم شفشاون وخارج، حتى خارج اقليم شفشاون، لدرجه ان كاين واحد الهاشتاغ راه كيدور ديال اعلان اقليم شفشاون اقليم منكوب. غادي نخصص له فيديو خاص. علاش فيديو خاص؟ هذا فيه يعني معطيات حصلت عليها من بعض المصادر، ومعطيات اخرى ما زلت كننتظر توصلني حول بعض الاحصائيات، حول بعض الارقام الاخرى. اذا وصلتني هاد النهار راه غادي نحط الفيديو هاد المساء ان شاء الله. ما وصلتنيش يعني اغلب التقدير غدا ان شاء الله. حول هاد الناس هما غادي يستافدوا بطريقه من الطرق غادي نهضروا عليها ان شاء الله في الفيديو المخصص لهم. والى ذاك الحين كنسجل التضامن ديالي مع الساكنه ديال الاقليم ديال مجموعه من الدواوير اغبالو ودوائر اخرى اللي هدمت الانجرافات ديال التربه المنازل ديالهم، وهم الان راهما كله يعلم الله به فين كاينه، مشردين في اللي مع العائله ديالو، اللي كاري شي مو يحل على قد الحال، الناس اللي فقدت الديور ديالها شقى سنين باش تبنيها، وعده نقاط اخرى كنعلن التضامن ديالي معهم. وغادي نرجع لهذا الموضوع بالتفصيل كيف قلت في فيديو اخر. خصوص النقطه ديال بلاغ رئاسه الحكومه، اليوم الجمعه 13 فبراير 2026 حدد المبالغ الماليه اللي غادي تخصص لدعم المتضررين، ونبداو بالاسر. هاد البلاغ حدد 6000 درهم لكل اسره متضرره. وشكون هي الاسره المتضرره؟ غادي نقولوا شكون هي الاسره المتضرره. ما قالهاش البلاغ، ما حددهاش البلاغ، ولكن درنا واحد شويه تاع البحث، واحد شويه تاع محاوله للوصول للمعلومه، وهذاك الشيء اللي وصلنا له غادي نشاركوه معكم. هو ماشي في بلاغ رسمي وماشي يعني، ولكن معطيات توصلنا لها من عند مسؤولين غادي نشاركوها معكم. 6000 درهم كيفاش ممكن انك تستافد منها؟ وماشي غير 6000 درهم، كيفاش ممكن انك تستافد كاع من هذا الدعم المالي ديال هذا البرنامج ديال تقديم دعم للاسر المتضرره اللي جا بتعليمات ملكيه ديال الملك محمد السادس. بالاضافه ل 6000 درهم تم تخصيص 1,500,000 15,000 درهم للناس اللي تصابت المنازل ديالهم او محلات التجاريه ديالهم الصغرى. البلاغ جا فيه الصغرى، بمعنى راه حدد النوعيه ديال المحلات، بمعنى كاين المحلات صغرى ومحلات كبرى. البلاغه جات فيها هذا المصطلح، حاولوا تقراوا البلاغات مزيان والمصطلحات اللي جات فيها مزيان. المنازل او المحلات التجاريه الصغرى اللي تصابت باضرار جزئيه تخصص لها 1,500,000 15,000 درهم. اما المنازل اللي انهارت، نقدروا نقولوا حتى البنايات اللي انهارت، ما عرفتش واش دخلوا هنا المحلات التجاريه ولا لا، ولكن ما كيهضروا على المنازل. البلاغ جا فيه بالحرف المنازل، يعني اللي انهارت تم تخصيص لها 140,000 درهم، اي 14 مليون سنتيم. كيفاش ممكن انك تستافد من هاد 6000 درهم؟ هاد 6000 درهم
باش تستافد منها. كاينه طريقه اللي ذكرها البلاغ بشكل واضح، وكاينه طريقه اللي ما ذكرهاش وراها مؤجره على الارض الواقع، وغادي نقولها لكم. هاد الطريقه اللي ذكر البلاغ وهي انك تصيفط اس ام اس لواحد الرقم 1212. هاد الاس ام اس او رساله نصيه، هذا مجاني. اس ام اس الرساله العاديه دابا تمشي تصيفطها في الواتساب، رساله عاديه ل 1212. شنو فيها؟ فيها رقم بطاقه التعريف الوطنيه وتاريخ الازدياد، رقم بطاقه التعريف الوطنيه وتاريخ الازدياد. هاد الاس ام اس ولا هاد الوسيله من غتوصل الرساله ديالك، كاينه واحد اللجان مختصه غادير واحد المراجعه، لان عندها معطيات ديالك غير من البطاقه الوطنيه، يدخلوا لبقيه المعطيات وغادي يحاولوا يبحثوا في المعطيات اللي راهم دايرينها كمعايير محدده، وغاديين يجاوبوك دايرين في اقرب الاجل. ما محدينش واش 24 ساعه 48 ساعه، ولكن في اقرب الاجل غالبا ما غتجاوزش هذه المده هذه. وهذه العمليه ديال الاس ام اس راه كان تم العمل بها حتى في كورونا، وتم العمل بها كذلك في زلزال الحوز، ابان زلزال الحوز. وكاينه طريقه اخرى قلت ثانيه ما مذكوراش من غير الاس ام اس، وراه مفعله في مجموعه من المدن اللي فيها الناس ديال القصر الكبير نازحين ليها، هي انك تمشي لملحقات اداريه، تسول شكون الملحقه الاداريه المخصصه لهذا الشان هذا. كيسجلوا الناس، كتسجل كدي معك لاكارت ناسيونال ديالك، كياخذوا منها المعطيات، كيسولوك فين جالس، واش كاري او لا، غنستافد شي محسن او لا شي فاعل خير. وهما بزاف 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 بزاف، والله وحده اللي غيذكر لهم الفضل ديالهم، واللي الاغلبيه ديالهم ما ظهروش في الصوره، داروا عمل جليل جدا وما ظهروش في الصوره الاغلبيه ديالهم، ولكن الله راه كيعلم بهم، والله راه غادي يعوضهم وغادي يجازيهم. غادي نسولك واش كاري، وماشي كنتي كاري كنتي جالس عاوتاني شي واحد دار فيك يعني تعامل معاك وتصدق انت تقول له لا راه كنت كاري. ايوا كنتي كاري غتولي رانا باش كنتي كاري غيعيطوا لذاك السيد واش كنتي كاري له، السيد غير داير فيك الخير غتصدق نتايا مورطو بانه كيستثمر في الازمه. لا، اللي كاري كاري، اللي ما كاريش ما كاريش، الله يرحم الوالدين. غيسولك واش كاري عند من، واش جالس مع العائله، واش جالس مع شي واحد، واش عند شكون سميتو ورقم التليفون ديالو. اذا كان رقم البطاقه الوطنيه ديالو راه غادي يطلبوها لك. هذه العمليه راه ماشي معلنه، ولكن راه كاينه وراها كاينه، وهذا هو اللي هضرنا عليه في واحد الفيديو سابق. وكانت تكون هذه العمليه، ويعني المهم الان راها كاينه، وكاينه ناس اللي تم دازوا بهذه المسطره هذه. هذا فيما يخص الاستفاده ديال الاسر المتضرره. وشكون هي الاسر المتضرره؟ البلاغ ما حددش شكون هي الاسر المتضرره، واش هي الاسر اللي دخلها المال الديور ديالها فقط، او شكون هي هذه الاسر المتضرره. هذه الاسر المتضرره حسب المعطيات اللي وصلت لها هي كل الاسر المرحله او الاسر اللي خلات المنازل ديالها استجابه للتوجيهات ديال السلطات اللي عطات هاد التعليمات ديالها. هاد الاسر اولا راه غير تشد وتخوي الدار ديالك وتمشي وتدوز 15 يوم، اولا راه دابا جايه دابا اليوم الجمعه كدا غدا 15 يوم، باديه 15 يوم وغادي تدخل 16 17، ونتمنوا انها ما توصلش لواحد الفتره اطول، وانك تمشي. والمسؤوليه ديال التنقل والاضرار النفسيه، وزيد عليها المصاريف قلت ديال التنقل، وزيد عليها المصاريف ديال الحياه تما، وزيد عليها فين انت وفين كنتي، وهذيك الاضرار بوحدها. زائد الاسر، حنا كنعلموا بالطبيعه والبنيه ديال، نهضر على القصر الكبير، الساكنه القصر الكبير تقريبا اكثر من 80% فيها موياومون كيخدموا تجار، تجاره، بيع وشرايه، اما بيع وشرايه في الخضره، اما بيع وشرايه في الديسير، اما بيع وشرايه في السوق، واما بيع وشرايه في شي حاجه، اما موياومون كيخدموا الاعمال اليوميه في الموقف، اما كيخدموا في البناء، اما كيخدموا. هذاك راه هو ملي مشى وخلى المنزل ديالو راه حتى هو تضرر بفقدانه لذاك العمل، وذاك المدخل، ذاك المصدر ديال الدخل ديالو الوحيد، وهكذا. يعني حسب هذا المصدر من المفروض ان كل الاسر اللي كانت ساكنه في القصر الكبير وكانت مستقره في القصر الكبير وتم اخلاؤها فهي متضرره، ويجب عليها الاستفاده من هاد 6000 درهم. نقطه ثانيه بخصوص المنازل باش نعرفوا هذا منزل شنو خصو، واش خصو فعلا متضرر، خصو يعني هذاك التعويض ديال 15000 درهم او نهار بفعل التساقطات، وخصو 14 مليون باش تبنى. كاينه واحد اللجنه تقنيه،
هذه اللجنه التقنيه هي اللي غادي تنزل للميدان، وهي اللي غادي تدقق، وهي اللي غادي تزور هذه الاماكن المتضرره، وهي اللي غادي تدير هذه العمليه ديال التحديد. هنا خصكم تنتبهوا، سبق لي وشرت لها في فيديو اخر ولكن لا باس انني نذكر بها. اللي عنده شي اضرار ما يصلحهاش حتى تجي هذه اللجنه، في الدار ديالو كذلك ما يصلحهاش حتى تجي هذه اللجنه. واذا كان مستعجل وباغي يدخل للدار يسول على راسو، يسول على شنو الاجراءات اللي غيدير باش يثبت بان الضرر، ويمكن ان من تجي اللجنه يقدم لها ديك الاثبات ويكون اثبات قانوني. هنا ممكن سول على راسك، سول محامي، سول الناس، ولكن من الاحسن تسول الناس ديال القانون. انا سولت وحتى في القانون ديال 110 14 اعتقد 110 14 هو هذا القانون ديال الكوارث الطبيعيه وما الى ذلك، ربما ولا ما خانتنيش الذاكره، كيقول بان خصك توثق هذيك العمليه ديالك باش توثقها بوسائل قانونيه. هنا حسب وجهه نظر احد المختصين تجيب مفوض قضائي وكيوثق لك العمليه، وماشي كيدير محضر وفقط، وانما كيدعم ذاك المحضر بصور وفيديو، باش ملي كتجي اللجنه انت كتكون مستعجل بالمسكن ديالك مثلا تدخل له، ولكن فيه اضرار جزئيه وانت بغيتي تصلحها بيد ما تجي اللجنه كتقدم لها ذاك الاثبات. ولكن هذا فقط يعني لا يعوض الاصل، فقط للاثبات. زيد سول على راسك. وفي حاله اذا ما حسيتي براسك بانك تظلمتي، وبان ما تعطالكش الحق ديالك كاملا، وبانك ضعتي وما استفدتيش رغم انك اسره متضرره، او ما استفدتيش ورغم ان المحل ديالك السكنه او التجاره تصاب باضرار او ما الى ذلك، راه دايرين واحد المنصه للشكايه يمكن لك تشكي ليها، واللجنه غادي تعاود تراجع هاد الطلب ديالك وغادي تحدد. وهاد العمليه غادي ديال الاستفاده غادي يبدا التفعيل ديالها حسب هذا البلاغ انطلاقا من الاسبوع اللي جاي. علاش؟ انطلاقا من الاسبوع اللي جاي غادي يبدا التلقي ديال هاد الرسائل، وبدا التلقي ديال هاد القيد، ولكن ابتداء من الاسبوع اللي جاي غادي يبدا التفعيل ديال هاد العمليه ديال الاستفاده. وهو ما يعني ان العوده اصبحت قريبه جدا، بل حتى على ارض الواقع الاشغال متقدمه بشكل كبير، رغم ان التساقطات اللي طاحت هذا اليوم ديال الجمعه 13 فبراير وهذه النشره المتوقعه من اليوم الجمعه حتى الغدا السبت خليت التخوف شويه، هو اللي خلى لجنه اليقظه الجهويه ما تعلنش تاريخ محدد، رغم انه كان موضوع في السيناريوهات الاوليه واللي هضرنا عليها من قبل، انه نهايه هذا الاسبوع كانوا الناس غاديين يبداو يدخلوا للديور ديالهم. دابا فوقاش غادي نبداو يدخلوا من المرتقب انه بشكل كبير الاسبوع المقبل يبداو يدخلوا، اذا هاد التساقطات ديالهم ما رجعتناش خطوه للوراء. علاش قلت انطلاقا من الاسبوع اللي جاي؟ لان الاشغال دابا انتقلت لمستوى اخر، وهو المستوى ديال المداخل ديال المدن، اصلاح ديال المداخل ديال المدن، اصلاح هاد المداخل ديال المقاطع الطرقيه اللي تضررت، راهما كاينه شروع في الاصلاح ديالها. اما بخصوص المدينه يعني راه كيتواصل العمل ديال التنقيه ديال من الاثار والمخلفات اللي خلفها الفيضان، والعمليه ديال التسليك ديال مجاري تصريف المياه ومجاري تصريف يعني. وهذه العمليه فيها المجلس الجماعي وفيها اليات ديال الشركه الجهويه لهذيك الشركات الجهويه جديد ديال الماء والكهرباء وتطهير السائل ديال عده مدن، من بينها كاينه ديال عده مدن العرايش، كاينه الاليات ديال القصار، وكاينه اليات اخرى. وحتى الوقايه المدنيه راها كتساهم في هذه العمليه، وحتى متدخلين اخرين للتسريع ديال الوتيره ديال اعداد المدينه للعوده ديال السكان الى المنازل ديالهم. في الاخير نتمنوا من الله ان هذا التنزيل ديال هذا البرنامج الاستعجالي لدعم الاسر يكون تنزيل قانوني، وان الاستفادات تمشي عند الناس اللي كتستحقها فعلا، وان هذه الاستفادات ما نسمعوش فيها بعض الاحداث اللي هي معزوله وسمعناها في هذا الشيء ديال زلزال الحوس. هذه الاستفادات اللي هي نتمناو انها يتم التعجيل بها، ويتم مراعاه بعض الحالات يتم المراعاه ديال اللي ربما وثائقهم ناقصه او شيء من هذا القبيل،
يتم هنا العمل بروح القانون. نتمنى احنا عندنا الثقة بأن السلطات ومؤسسات البلاد، السلطات غادا تشرف وغادا توقف على التنزيل السليم ديال هذا البرنامج، هذا التنزيل السليم اللي نتمناو انه يخفف شويه على هاد الساكنه الاضرار ديالها. ونقطه اخرى ما شرتلهاش في هاد البلاغ ديال رئاسه الحكومه هو الدعم الفلاحه والدعم ديال الكسابه. الفلاحه غيتم دعمهم ببذور ديال الزراعه الربيعيه، اما مدعمه او مجانيه. هذيك الزراعه الربيعيه اللي كتجي من بعد يعني ذرة وحماص عدس وكل ما يتم زراعته ربيعيا، كاين يعني دعم على هذا المستوى هذا. وكاين كذلك دعم الكسابه اللي غيتقدم لهم دعم مالي ربما حسب هذيك الطريقه اللي كان الدعم كيتقدم بها ديال برنامج اعاده تاهيل القطيع الوطني. شكرا لكم، ونتمنى نكونوا توفقنا ونكون توفقت في انني نحاول نبسط لكم المعلومه ونحاول نواكب معكم هاد المعطيات اللي كتخص هاد الموضوع هذا ديال الاثار والتبعات ديال الفيضانات. والناس تشاون غادي نرجع فيديو جديد. شكرا لكم.